خطيب ليلى أحمد زاهر هو أصغر منتج فني في مصر. دي معلومات بسيطة كده عن هشام جمال رئيس قناة الأهلي الجديد، واللي لغاية دلوقتي مفيش حاجة رسمية عنه، لكن كل الأنباء بتقول إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هيصدر قرار قريب بتعيين هشام جمال رئيس لقناة النادي. السؤال هنا مين هشام جمال وعلاقته بالكابتن محمود الخطيب؟ كواليس ومعلومات كتير هتعرفها في الفيديو ده، فخليك متابع. خلال الساعات اللي فاتت اتردد بقوة اسم هشام جمال، وده طبعا علشان ارتبط اسمه باسم قناة النادي الأهلي، والناس بدأت تردد اسمه وتقول إن خلاص الخطيب هيصدر قرار بتعيينه رئيس قناة النادي الأهلي، بس مستني أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي المفروض هيكون قريب جدا. وقبل ما ندخل في تفاصيل علاقة هشام جمال بالكابتن محمود الخطيب، تعالوا نعرف مين هو الأول. هشام جمال هو خطيب ليلى أحمد زاهر بنت الفنان المعروف أحمد زاهر، ده غير إنه طبعا منتج ومطرب وممثل كمان، من مواليد 1 يونيو عام 1993، وبدأ الدخول في مجال الفن بدري، يعني مثلا في 2010 عمل شركة موسيقية وهو عنده 16 سنة، علشان كده قالوا عليه أصغر منتج في الوسط الفني. والشركة بتاعته قدمت أعمال كتير زي إنتاج كليب فيسبوكي للفنان أحمد مكي، وكمان أنتجت أغنيتين للفنانة أنغام هما أنا سند عليك وأجمل مكان. هشام جمال أنتج كمان من خلال شركته أول ألبومات الفنانة دنيا سمير غانم سنة 2013، وكمان اتعاون مع الفنان تامر حسني في أغنية يا ساتر يا رب. ده غير طبعا إعلان ارسم قلب اللي أهداه لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وده كان بداية علاقته برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وهنحكي تفاصيل العلاقة بعد شوية، فخليك متابع. ومن الأغاني والإعلانات اتحول لإنتاج المسلسلات، خاصة اللي بتكون بطلتها دنيا سمير غانم، زي مسلسلات لهفة ونيلي وشريهان وبدل الحدوتة 3 وفي اللالا لاند. كمان أنتج برنامج 3 في 1 للفنانة شيماء سيف، وكمان أنتج مسلسل في بيتنا رباط بأجزائه المختلفة واللي كان هو بطله. وخليني أقولك إن من بعد إعلان ارسل قلب اللي شارك فيه النجوم إسعاد يونس وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم ومحمود الخطيب ومحمد حمائي، وطلعت ناس تقول إن هشام ابن الفنانة إسعاد يونس، لكنه طبعا طلع نفى كل ده وقال إن مفيش أي صلة قرابة ما بينهم. وخليني أقولك كمان إن هشام جمال سبق وساهم في أعمال غنائية للنادي الأهلي، ده قام بتلحين أغنية الأهلي القمة، ودي كانت في احتفالات النادي بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة. نيجي بقى للمهم، وهو اشمعنى الخطيب اختار هشام جمال علشان يكون رئيس قناة النادي الأهلي؟ وزي ما الكلام اتردد إن الخطيب مستني موافقة مجلس الإدارة. سبق وقلنا إن إعلان ارسم قلب كان بداية العلاقة ما بين هشام جمال ومحمود الخطيب، خاصة إن شركة جمال هي اللي أنتجت الإعلان وجابت كل النجوم اللي شاركت في الإعلان. الحقيقة من بعد الإعلان والعلاقة ما بين الفنان ورجل الأعمال والمنتج هشام جمال ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب اتطورت جدا، لأنه بعدها بدأ ينظم حفلات كتير داخل النادي الأهلي، وقدم أغنية الأهلي القمة واللي غناها رامي جمال وأحمد سعد وكتبها أيمن بهجت قمر. واحدة واحدة العلاقة ما بين الاتنين بدأت تاخد شكل تاني، مش بس مع الخطيب لكن مع كيان الأهلي بشكل عام، لغاية ما خلاص بقى على أعتاب إنه يكون رئيس لقناة النادي الأهلي. السؤال هنا، هل شايف إن هشام جمال المنتج والفنان ينفع يكون رئيس قناة النادي الأهلي؟